السلام عليكم صحباتي الزوينات ميماتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوال جيده؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. شاركوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو. الصباح كي تيدوز، وبغيت نشارك معكم واحد الكيك اللي ساهل وبطريقه زعما مبسطه. كيك بالليمون وبواحد الكريمه اللي تتجي غزاله واقتصاديه. يعني دغيا الكيك ما فيهش بزاف ديال، يعني ماشي مكلف وهذا في المتناول. صافي هنايا صبحت عليكم هاد سميتو الاطلاله الزوينه. هنايا البنات صافي كنوض، تنرتب هكا الدار. اللي كندخل الكوزينه ما كنخليش هكا الدار تكون مرونه وسميتو، وندخل انا الكوزينه. يعني راه الا دخلتي للكوزينه صافي يعني واحد الساعتين 3 سوايع اللي تقدري تخرجي. ضروري 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 تجمعوا مثلا هكا البيوت، مثلا هكا البيوت وليداتكم او البيوت الاخرين. بيتكم ضروري تنعس. انا ضروري كنفيق كنسبق بيتي هو الاول تنعس، كنظمو كنرتبو. اللي من بعد ديك الساعه كندخل الكوزينه صافي. يعني صافي كتخلي الامور هي هذيك مرتبه مقاده. صافي هنايا البنات، كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هذا الكيك اللي رائع رائع، ومقادير اللي هي سهله. هنايا عندي 2 بيضات، كاس الا ربع هكا الزيت، كاس الا ربع ديال سنيده، كاس ديال الياغورت، واحد القبيصه ديال الملحه. وهنايا البنات المكون الاساسي وقيته ديالو هذه هو المندارين هذاك الصغيور. صافي هنا 2 مندارينات كنقطعهم وتنخلي ليهم القشره ديالتهم. صافي كنسبق في الاول هكا البيض، كنسبق سنيده وندير زويته وكنطربهم مزيان حتى تيولي الخليط هكا كريمي. صافي من موراها كنرمي دوك الليمونات بجوج تيطحنوا مزيان. من الاحسن هاد الكيك يكون هكا في الخلاط الكهربائي، باش دوك القشيرات ديال الليمون كيتطحنوا مزيان. صافي يعني راه ماشي بزاف وماشي مكلفه الكيكه دغيا كما قلت لكم كتصدق. يعني هكا الا جايين عندك الضياف الصراحه كتحمر الوجه. صافي كما كتشوفوا كيتطرب مزيان حتى تحسي بدوك القشيرات هكا تطحنوا. من بعد كنزيد القياس ديال الدقيقه البنات. يعني راكم عارفين كل وحده عينها ميزانها، وهذا الخليط ما يكونش يعني ثقيل بزاف، يعني ما بين وبين. راه الا كان البنات الخليط ما فيهش بزاف ديال الدقيق راه تطلع الكيكه وكتعاود تهبط. الا عادلتي ما بين الدقيق والخليط يعني كيجي داكشي تتبقى لك الكيك في نفس مثلا لا فورم ديالها. وصافي وتندير هنايا 2 خمارات حمرين اولا البيكين باودر. كاينين هكا تلقط عليق ديال بنات مصريات وهكا وجزائريات يعني المغرب العربي. يعني هكا البيكين باودر كل بلاد وشنو شحال الغرامات فيها. حنا في المغرب عندنا يعني الخميره الفوريه تتكون الكيميائيه كتكون عندها على وزن 8 غرام او لا 7 غرام تقريبا. صافي وتندير حتى واحد الكيس ديال الفاني اللي كينسمها وتيرد فيها داك اللوغو زوين. صافي هنايا بعد ما درت الدقيق ديالي يعني ميزاني. المول راه هكا دهنتو، درت لي واحد شويه ديال الدقيق. صافي من بعد درت الخليط ديالي في الفران، يعني على درجه ديال الحراره كل واحد سميتو الطريقه ديالتو ديال الفران كيفاش زعما هكا تيخدم به. وهنايا كما كتشوفوا راه يعني كان هكا داك الدقيق خصو يدخل مزيان في ديك الكيكه، وكتحاولي داك الهواء يدخل في الكيك باش يجي هكا سوفلي. صافي هنايا راه غادي ندير المول ديالي كيطيب في الفران. هاد المول الصراحه كيعجبني ما فيهش داك اسميتو ديك كما كتشوفوا ديك الحفيره ديال الكريمه ما كتجيش غارقه، يعني كديري شويه د الكريمه كتبان. فهمت واش بغيت نقول لك؟ يعني ماشي داك هكا المول العجيب اللي تقدري ديري مثلا الخليط هكا يكون شويه كتير. لا بالعكس كديري القياس ديالك ديال الكريمه وتتجي الصراحه زوينه.
ايوا هادشي اللي كاين البنات، خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. وهنا بعد ما دخلنا الكيك الفران، هاد الكريمه عندي هكا 4 ليمونات صغار المندرينيت، هكا تندوزهم المولينكس، كندير واحد شويه نص كاس ديال الماء مع داك الخليط ديال داك الليمون، يعني كنطحنو مزيان في الخلاط الكهربائي، كنولي كنصفيه بالصفايه اللي ما كينزلش، يعني كيكون هكا تيخرج غير العصير بوحدو. وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال المايزينا اولا النشا، وعندي 3 المعالق كبار ديال سنيده، وهنايا فاني، هكا النكهه ديال الفاني. صافي كنولي كنخدمهم هكا قبل ما كنحطهم فوق البوطه، كيتخدموا مزيان، تتخدم مزيان ديك الكريمه كما كتشوفوا. صافي من بعد كنديها الفوق البوطه حتى تدير حتى تتعقد، كتولي هكا كريميه. والبنات راه نسيت ما قلت لكم، يعني الزبده راه حتى لاخر مرحله حتى تنطفي البوطه، وكندير ديك المعلقه هكا كبيره ديال الزبده باش تيكون داك الخليط ما تيجيش مثلا قاصح بزاف وما كيجيش جاري، يعني كتكون ديك الكريمه هكا زوينه كتحسي بها نيت، يعني تتكون رطيطبه. وداك اللوين هكا ديال المندرين كيجي زوين، راه ما درت لا منسي زعما لا نكهه لا حتى شي حاجه طبيعيه. وهنا كما كتشوفوا بعد ما طاب الكيك ما سقيتوش مع الكيك تيجي هكا سوفلي، ما حتاش يعني باش نسقيه. صافي وهنايا واحد طريفات المندرين قطعتهم هكا رونديلات. صافي هنا باش كنزوق الكيك، صافي راه ما تيشدش زعما هكا الوقت بزاف باش تقدري مثلا ديري دغيا دغيا دغيا. الصراحه البنات دغيا الكيك تيجي رائع. صافي ها هي الكريمه كما كتشوفوا باقا هنايا سخونه. صافي انا سقيتها مزيان وبغيتني ديك الكريمه تجي هكا على الجوانب ديال الكيك، كتحسي بها الصراحه زوينه. ومن الاحسن البنات ديروا الكريمه ما حدها سخونه، ما حدها سخونه كيتشرب داك الكيك، كيتشرب مزيان وكيجي من الداخل روعه. وكنتمنى تجربوا هاد المقادير، كيجيو ساهلين وفي المتناول كما قلت لكم البنات ديال الجميع. صافي هنايا راه غادي نزوقها بدوك الطريفات ديال المندرين نيت. ايوا هادشي اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تستافدوا منه يعني ونكون فتكم واخا غير بافكار اللي هي بسيطه. وهكا راه كنشاركوا معكم يعني اليوميات ديالنا، بالحمد لله باللي قسم الله، وهادشي اللي كاين. يلا هنا بعد ما طاب الكيك وبرد، يعني راه واحد ساعتين اولا 3 السوايع، وكما كتشوفوا قطعته معكم باش تشوفوا كيف تيجي من الداخل، يعني كيجي هشيش وديك الكريمه دغيا كتلصق. الصراحه كتجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، ونكون خفيفه على قلوبكم، وكثروا لي لايك
يالله مع السلامة.